بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا حبايبي في قناتي. بصوا النهاردة إن شاء الله أنا هعمل معاكم صينية فراخ وبطاطس، يعني فراخ بالبطاطس. أنا أول حاجة غسلت اللحمة زي ما انتم شايفينها بالشكل ده وقطعتها كده، ماشي، وحطيتها في خل ومية وملح وليمون وطماطم، حاجات كتير كده عشان تتنقع. وبعد ما غسلتها كويس يجي ونقعتها في المية يجي ساعة أو ساعتين كمان، ماشي. هجهز لها بقى التتبيله معاكم. انا اول حاجه الطماطم بتاعتي، عملت طماطم فريش اهيت، وحطيت في قلب الطماطم قرن فلفل احمر عشان يخلي الطماطم تبقى حمرا وحلوه، وديت معلقه زيت ومعلقه سمنه ومعلقه خل وزيت زيتون. ليه انا بحط زيت زيتون؟ انا بحط زيت زيتون يا حبايبي عشان تخلي الفرخه بتاعتي او اللحمه بتاعتي طريه. إيه لو ما كانش موجود عندك زيت زيتون عادي ممكن تستخدمي لبن حليب او لبن رايب. ودي بقى الحاجات دي كلها انا هفرمها في الخلاط، الحاجات اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت وكل البهارات بتاعتي ديت انا هضرب دي كده في الخلاط وارجع لكم. بس ليه انا بعمل الاول الحاجه دي في الخلاط؟ عشان خاطر يعني الحاجه تتشرب. اصل انت لو حطيت الحاجات دي كده يعني نيه او خرطت البصل والحاجات ديت، بتحس ان هي ملهاش طعم قوي. فانت لما بتفرمي كل حاجه في شفشق الخلاط او في الكبه الحاجه الموجوده عندك، فالفراخ او الاكل بتاعك بيبقى له لذيذه كده، له لذه، يعني بيبقى طعمه حلو قوي. فانا هضرب مع بكم، يعني هضرب الحاجه دي وارجع لكم. بصوا حبيبي، انا بعد ما فرمت كل حاجه بعتذر لكم على الفرخه، بيبقى بالشكل ده، ماشي. فانا حطيت نص ليمونه بس، من الحق نسيت اقول لكم انا بحط بس نص ليمونه عشان ما تمررش ليك الاكل، عشان انت هتحط بطاطس. لكن لو مش هتحط بطاطس عادي كتري الليمون، بس انا عشان هحط بطاطس مع الفراخ مش هكتر، حطيت بس نص ليمونه زي ما انتم شفتوها. انا ما رضيتش احط ميه، حطيت طماطم في قلب الشفشق يعني زي ما انتم شايفين اهوت. هجيب بقى الحله بتاعتي واحط فيها كل حاجه. انا ما رضيتش اعمل البطاطس الاول عشان طبعا انا هسيب الفراخ بتاعتي كده لمده ساعه او ساعتين على ما تشرب من الحاجات الحلوه بتاعتي دي كلها، وهرجع لكم. بس انا هجيب الحله الاول. حبايبي انا جبت الحله بتاعتي، ننزل على طول بالفراخ بتاعتي. انا حطيتها، انا مقطعاها بالشكل ده الفرخه عشان تتشرب وتبقى كويسه، وحطيتها في المصفى عشان تصفى كمان. اهو يا حبايبي انا نزلت بالفرخه بتاعتي، انا بحطها في المصفى هنا تصفى عشان الميه بتبقى فيه ميه حمرا كده، فانا الصراحه بقرف منها، فانا لازم احط الحاجه بتاعتي تصفى الاول عشان الميه ديت، وبعدين هنزل على طول. طبعا انتوا عارفين الخليط بتاعي فيه كل حاجه، في التوابل كلها والزيت وكل حاجه، يعني مش هتحط اي حاجه تانية بقى. اهي بالشكل الجميل ده كده اهي يا حبايبي، شايفين؟ وانزل بقى ببقيه الطماطم بتاعتي. بس ما تنسوش اللايك الحلو. هقلب بقى كله كده، لازم اخلي الفرخه تشرب. يا حبايبي انا حطيت بقى، لو عندكم وقت، يعني قلت لكم انا هسيبها ساعه دلوقتي بس المحدود عندي. لو انتوا عندكم وقت اطول من كده عادي، لو عايزين تسيبها ساعتين 3، كل ما بتسيبيها كل ما تبقى طعمها احلى كمان، ماشي. انا هسيبها كده، شايفين التتبيله شكلها جميل جدا. لو عايزه فراخ مشويه برضو استخدمي التتبيله ديت، بتديها طعم حلو قوي. ان شاء الله هبقى اعملها معاكم في يوم. اهو يا حبايبي هسيبها بقى كده زي ما قلت لكم واغطيها. هجهز لها بقى البطاطس وحاجتها على ما تاخد وقتها براحتها كده. حبايبي بعد ما سيبنا الفراخ بتاعتنا ساعتين 3 4 5 10 اهوت، وانا خرطت البطاطس اهيت. عايزين تعملوها مدوره اعملوها، عايزين كده ده حاجه اختياريه. فانا هنجيب الفرخه بتاعتنا الجميله. بسم الله الرحمن الرحيم كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اوعي تقعي كده. طبعا هي شربت دلوقتي من التتبيله، يعني استوت، يعني مجرد ما تتحط في الفرن بقى تلاقيها استوت على طول. ليه؟ عشان هي اتبلت وقت طويل كده، وبتيجي تاكلها بقى تلاقي طعمها جميل جدا خرافه كده بالشكل ده. هنزل عليها ببقيه الدقه بتاعتها دي يا حبيبي، ماشي. انا مشغله الفرن بتاعي
ماشي. يعني هو الفرن ساخن، هنزلها على طول. كده بالشكل ده، شايفين شكلها جميل جدا، والخضره كل حاجه محطوطه بتدي بقى ايه طعم حلو زي ما قلت لكم. هنزلها الفرن بقى وبعدين نرجع لكم نعمل مع بعض الرز. بصوا حبايبي، انا هطبخ كده الرز. هنزل هعمله بشعريه، هنزل بمعلقتين زيت. حبايبي انا هحمر الشعريه، وديت الميه سخنه للرز. وحطيت برضو معلقه زيت زيتون. والفراخ بتاعتنا انا معلقه عليها، هي غلت بس انا هديت عليها بقى البوتاجاز عشان تستوي براحتها. اهو يا حبايبي، هنزل بقى بالرز بتاعي على طول. انا عايزه الشعريه يبقى اللون الجميل ده كده يا حبايبي. انا حطيت الرز، هحط المعلقه الملح بتاعتي، وديت قشطه فانا هحطها عشان تسيح معاها. لو ما فيش قشطه عادي خالص ما تحطيش، يعني هي يعني كان في طبق فيه قشطه فانا حطيت يعني عشان تسيح مع بعضها الميه. هنزل بمعلقه الملح. انا كده بنزل بالميه بتاعتي والرز. انا بقلب ليه؟ عشان الملح يدوب في الرز، يعني الملح الرز كله يبقى يشرب ملح، ما تجيش تلاقي حته حادقه وحته دلع. طبعا انا بحط الميه تبع الرز ما هو عايز. في رز بياخد ميه كتير وفي رز ما بياخدش. انا قلت قبل كده الرز بتاعنا اصلا من النوع اللي بياخد ميه كتير. كده خلاص هنسيبه بقى عشان يتشرب، وبعد ما يتشرب هنرجع لكم. حبايبي ده الرز اهو ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه يا حبيبي يا رسول الله. شايفين الرز؟ الله الله على الجمال، شكله جميل جدا. فانا دلوقتي هو استوى، بس انا هسيبه شويه برضه عشان الحبايه تستوي منه كويس. هنغطي عليه واسيبه بقى على نار هاديه خالص يستوي يتلدم براحته. وهجهز بقى ان شاء الله هعمل معاكم مكرونه محمره. ماشي. بصوا حبايبي، انا جبت الحله دي مطرحها سمنه، احنا بنعمل قرص. ماشي. فانا هنزل كده بمعلقتين زيت كبار، عشان طبعا المكرونه ما بتستخدم لهاش الا زيت مش سمنه خالص. يعني هي المكرونه اصلا شغلها كله في الزيت، ما بتتعملش بسمنه. فانا نزلت بمعلقتين كبار زيت اهمت. هحمر بقى فيها المكرونه، وانا نزلت بالمكرونه بتاعتي. الصراحه انا بحب افضل اكل المكرونه قوي، بحب طريقه المكرونه اللي انا هعملها معاكم ديت. بس خليكم للفيديو للنهايه. واهم حاجه لو الفيديو عجبكم ما تنسوش بقى اللايك الحلو والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. احنا بقى هنقعد كده نحمر في المكرونه ديت كده، يعني ايه، كل ما تحمر هنقلبها لحد ما تبقى معانا لون شكله حلو كده. والرز بتاع عفوا الرز بتاعنا هنسيبه بقى يستوي براحته يتلدن، حبيته يستوي تبقى كويس. والفراخ في الفرن. انا هعمل كده المكرونه معاكم. شفتوا حبايبي، انا بفضل احمر فيها لحد ما كلها تحمر بنفس الحبايه اللي احمرت دي. هي ما بتستخدميش ليها بس الا رشه فلفل اسمر ورشه كمون ورشه ملح بيضه بس مش اكتر، والميه. انا كده بحمر فيها لحد ما تحمر كلها. عايزه تضيفي لها صلصه ضيفي لها، بس انا الصراحه ما بحطلهاش اي حاجه، الحاجات اللي انا قلت لكم عليها بس. ولو انت شايفه اللي هي هتغيبك في التحمير يمكن تكتري لها الزيت وبعدين تصفيها بمصفى، يعني عشان تشيلي الزيت تستخدميه في حاجه تانية وهي تحمر منك بسرعه. بس الصراحه مش مكتره عشان مش هستخدم الزيت بتاعها تاني، فهي كده بتغيب معايا عشان كده. اهو يا حبايبي هنزل عليها بقى بالميه بتاعتي. الميه بتاعتي انا غلياها اهي، وزي ما قلت لكم انا ما نزلتش بس الا برشه الملح والفلفل والكمون اللي انا قلت لكم عليها. اهي يا حبايبي انا حطيت لها الميه بتاعتها، هسيبها بقى تتشرب. والرز برضو انا لسه معلقه عليه ما طفتش عليه عشان يتلدن.
تبقى حبايته كويسه. شوفوا عشان الميه غليانه، هي ما بتاخدش حاجه اصلا، بس حاولي بكتري لها الميه شويه عشان هي بتشرب الميه بسرعه، وبتلاقيها لسه حبايتها جامده. فانت عشان تكسبيها وتبقى طعمها حلو معاكي، المكرونه دي بتبقى جميله جدا وطعمها جميل جدا. هغطي عليها بقى لحد ما تتشرب.